انا بصراحه متخيل نفسي دلوقتي على طبق سلطه كده مع طبق فول كده بالطحينه بالزيت الحار. يا خراب يا خراب على الصبح كده، حاجه ما شاء الله تشهي مع التوابل اللي احنا عاملينها دي. تعال بقى ايه نفتح مع بعض ونشوف هو ده بالفعل التست اللي احنا محتاجينه، ولا حصل خطا كده، ولا في دروب لازم نصححه. ان شاء الله هيكون التحويجه بيرفكت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، متابعين الكرام في كل مكان، بحبكم في الله. زي ما طلبتوا مني في الكومنت، قلت لي كنا محتاجين ان احنا نعرف بهارات السلطه البلدي. فالنهارده تعالوا مع بعض نقول لكم على مكونات السلطه البلدي، او السلطه اللي هي بتكون، او ايه اللي بيميز السلطه اللي بتكون في عربيات الشوارع، تمام، او عربيات الفول اللي موجوده في الشارع. ليه السلطه بتاعتهم بيكون فيها تيست معين كده مختلف عن السلطه اللي احنا بنعملها في البيت. تعالوا اقول لكم على طريقه ومالك ازاي نعمل سلطه تكون اطعم والذ من اي سلطه بناكلها على عربيات الفول في الشارع. يلا بينا يلا بينا. ورجعنا لكم تاني متابعين الكرام في كل مكان، بحبكم في الله. تعالوا بالاول اقول لكم على المكونات اللي هنستخدمها لعمل السلطه البلدي، لعمل توابل السلطه البلدي. اولا هنجيب معايا مقدار 100 جرام كزبره، هجيب معايا مقدار 10 جرام كولونجان و10 جرام جنزبيل، هجيب معايا مقدار 15 جرام شطه اسواني درجه اولى، هجيب معايا مقدار 10 جرام دار فلفل او عرق دهب، هجيب معايا مقدار 50 جرام من الكمون. تمام. بعد كده هجيب كيس ملح ونبدا نحوج مع بعض التحويجه، وانا اقول لكم على التريكه البسيطه اللي احنا هنستخدمها. هنحط معايا الكزبره، هنحطها كلها طبعا، وهنيجي ناخد 10 جرام من الكولونجان، عليهم 15 جرام من الشطه بتاعتنا الاسواني اللي هي اللوزه الاسواني. تمام. ونتاكد ان هي تكون مقرطفه، يعني بدون عيدان، بيكون بالمنظر الجميل ده. ده معناها ان الشطه كويسه، واللون بتاعها كل ما يكون حجم الشطه اصغر وتكون مقرطفه ويكون الحراره بتاعتها عاليه، كل ما يكون هناك كويسه والجوده بتاعتها عاليه جدا. هاخد معايا 10 جرام من اللي هو دار فلفل او عرق دهب. تمام. وهاجي هاخد 50 جرام من الكمون، طبعا ممكن اضيف 10 جرام ورق لورا او ورق غار، مفيش مشكله. وهبدا ان انا اضيف الملح بتاعي. طب الملح مقدار على التحويجه دي كام؟ الملح الافضل ان هو يكون 300 جرام، والكيس ده تقريبا ملح الخير بيكون 300 جرام. تمام. وبضيفه خشن افضل حاجه. ونبدا ان احنا نشغل المطحنه بتاعتنا، وهنفصل ونقول لكم التيست اللي احنا بنضيفه بقى تاني ايه. هنشغل المطحنه ونرجع لكم تاني. تعالوا بقى نشوف بعد ما طحناها. تمام. هنبدا نضيف المكونات اللي قلت لكم لازم نضيفها. هاخد معايا الجنزبيل، طبعا ما ضفتوش حصى. تمام. فانا هاخد معايا قيمه 10 جرام جنزبيل عليها. تمام. والتركه معايا هنا ان انا بضيف قيمه 10 جرام بابريكا مدخنه، بابريكا مدخنه بضيفها عليها. وباخد معايا قيمه 5 جرام او 10 جرام سمسم، سمسم. تمام. عليهم قيمه 5 جرام من الكركم. طب ليه الكركم والبابريكا؟ اولا البابريكا لما جربناها اكتر من مره ادتني تيست عالي جدا جدا جدا، تيست غير طبيعي. انا مش عاوز اقول لكم ان ريحتها بسبب الخلنجان وعرق الدهب او دار الفلفل عاطين ريحه خطيره، والله العظيم ريحه جميله جدا جدا جدا. طيب ضفت انا هنا البابريكا 10 جرام بابريكا. تمام. بعد كده ببدا اطحن انا تاني واوريكم ايه الشكل النهائي دلوقتي. انا بصراحه متخيل نفسي دلوقتي على طبق سلطه كده مع طبق فول كده بالطحينه بالزيت الحار. يا خراب يا خراب على الصبح كده، حاجه ما شاء الله تشهي مع التوابل اللي احنا عاملينها دي. تعال بقى ايه نفتح مع بعض ونشوف هو ده بالفعل التيست اللي احنا محتاجينه، ولا حصل خطا كده، ولا في دروب لازم نصححه. ان شاء الله هيكون التحويجه بيرفكت. الله 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 الله، والله العظيم يا جماعه تشهي
يعني الشكل اولا، الشكل يديني شكل كريمي كده جميل. انا بحب الشكل الكريمي ده بالذات في الدقه. تمام. اللي بيدي لها الشكل الكريمي طبعا لو انا حاطط ملح لوحده الشكل بتاعه هيكون ابيض اكتر او يميل للبيج، ولكن الشكل الكريمي ده لان انا بدات اضيف عليها اللي هي البابريكا. لما انا ضفت البابريكا مع الكركم اداني اللون والشكل الكريمي ده. تمام. دي بقى طبعا ببدا احط السلطه بتاعتي واحط مثلا مقدار اللي هو لو انا هعمل مثلا طبق هحط مثلا ربع كوبايه ميه عليه او 3/4 او نص كوبايه ميه، وابدا ان انا احط البهارات بتاعتي ديت، بهارات الدقه هتدينا طعم تاني للسلطه، شكل تاني للسلطه. وبكده يبقى احنا عملنا مع بعض بهارات السلطه البلدي زي ما طلبتوها مني في الكومنت. محتاجين اي حاجه اطلبوها مني ان شاء الله في الكومنتات هعملها لكم. بحبكم في الله. بالله عليكم لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. بحبكم في الله. كان معكم ابو مالك العطار، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.